الله يحييك يا ابو فاطمه، مرحبا الف، حياك الله في ابها. الله يبقيك. يا هلا. الله يسلم الوجه. بالطبع الارض زي ما انتم عارفين انها كرويه، والارض فيها 3 خطوط او فيها 5 خطوط. خط الاستواء اصبعي هذه الطويله، ايوه. ومدار السرطان اللي هو حول الرياض، أيوه. ومدار الجدي اللي هو في الجنوب في دول افريقيا، وفي عندنا الدائره القطبيه الجنوبيه والدائره القطبيه الشماليه، 5 دوائر في الارض. أيوه. انا بتكلم عن الدائرتين هذه. الارض تلف حول الشمس بزاويه 23، مايله بالشكل هذا، وهذا الشمس اصبعي هذه. ايوه. فتلف بالشكل هذا، فياتي الصيف والشتاء والخريف والربيع. تتحرك الشمس من الجنوب الى الشمال بمسافه 5000 كيلو، تخيل ان الشمس تتحرك في 6 شهور 5000 كيلو شمال و5000 جنوب. طيب، اول الصيف نحن موجودين في هذا المكان اسفل الاصبع هذه، فهي تمر علينا وهي طالعه شمال حتى تصل اخر نقطه في مدار السرطان. لا اله. فهي تمر علينا تتعامد معنا، فاول الصيف حار جدا ويجي في مطر كثير جدا، ونهايه الصيف اذا جنت ترجع مره ثانيه للجنوب تمر علينا وهي نازله مره ثانيه على نفس النقطه، وبذلك تتعامد علينا. نعم، فتكون احر النقاط اول الصيف واخر الصيف. او يعني تكون زعلانه فيها. عندنا نقطتين لانها تعامد الشمس علينا. تكون زعلانه. شوف، الارض هذه معجزه. سبحان الله. تخيل ان الارض لا تعادل الا 1 في المليون من الشمس، يعني الشمس اكبر منها مليون مره. تخيل لو اخذت ملعقه تراب من الارض فيها 7 مليارات كائن حي زي البشر موجودين في الارض في ملعقه واحده. لا اله. كم الله عظيم، سبحان. كم مخلوقات الله. سبحان. لم يكتشف الان الا 25,000 مثلا من الكائنات الحيه، وما يزال 25 مليون كائن حي موجود على الارض غير مكتشف او غير مسمى. يعني انا اقول ان الله عز وجل يقول في القران يعني انكم تفكروا في انفسكم، ولذلك انفسنا لم نكتشفها، محونا لم نكتشفه، البحار لم نكتشفها، المحيطات لم نكتشفها، معجزات لا يتخيلها عقل. في خلق السماوات والارض سبحان الله العظيم ايات. وتفكر في الانسان هذا اللي ركب على الخيل واللي اخذ الحديد واللي استغل الارض، دليل انه مخلوق ليس من الارض، انه مخلوق جاء من السماء بعقليه اكبر استطاع ان يسيطر على كل ما في الارض. وبذلك بناء على هذا العقل سيكون حسابك عسير، ستقول لك جهنم او نار او جنه بناء على هذا العقل، لانك مخلوق من خارج المنظومه سيطرت على الملايين من المخلوقات الموجوده في هذا الارض. تعتبر مكلف. انت مكلف بهذا العقل. نعم. وبذلك انا اقول كل ما تفكرت في الارض، يعني ليش سمونه مدار السرطان؟ ليش؟ لأن الموجودين شمال الكرة الأرضية اللي نحن موجودين فيها يرون مجموعة من النجوم على شكل سرطان، بينما اللي في مدار الجدي لا يرونها، لكن يرون مجموعة من النجوم على شكل جدي نحن لا نراها. سموه مدار السرطان ومدار الجدي. السرطان اللي هو السلطعون هذا يسمونه. اي السلطعون موجود شمال الكرة الأرضية، والجدي على شكل التيس الصغير موجود جنوب الكرة الأرضية. خط الاستواء موجود في المنتصف. خط الاستواء انبعاجة الأرض أكثر من انبعاجتها في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. ولذلك يعني مخلوقات الله كثيرة، وكل يوم قاعدين نتعلم شيء جديد ونشوف شيء جديد، وكل يوم نتعلم معلومة جديدة في هذه الأرض الرائعة.